باشا منورنا والله، منور الدنيا. الكرسي مش عارف ماله بيزيق كده ليه. طب ايه طيب؟ جايب لك بقى مجموعه عربيات بالسعر الرسمي، حبه عربيات بالسعر الرسمي. الموضوع برضو انا قلت لك قبل كده ان شهر 9 و10 وغالبا هيبقى شهر 11 فرصه كويسه تشتري بيهم عربيه، لان الاسعار مستقره وفي كذا عربيه بالسعر الرسمي. تعالى معايا يا ريس، معايا اسعار مصر كلها، اسعار عربيات مصر بالورقه والقلم. خدتيني 100 قلم. طيب تعالى خش معايا. الانترا سي ان 7 موجوده بالسعر الرسمي. كيا اكسيد عليها خصم عن السعر الرسمي. موديلات سيات كلها يا ريس في حاجات بالسعر الرسمي وفي حاجات قريبه من السعر الرسمي، يعني تلاقي ان هي زياده ب 10000 جنيه ولا 20000 جنيه ولا حاجات يعني ايه في اللذيذ. موديلات سيات على فكره كلها النهارده قيمه مقابل سعر واسعارها حلوه. موديلات سيات ركز فيها والله، بتمن عربيات صيني وانا بحب الصيني بس فاهم. التوريس برضو يعني برضو بتقرب عن السعر الرسمي. الكي جي ام توريس. كوبرا فورمنتور بخصم عن السعر الرسمي. وطبعا كوبرا دي ايه بالنسبه لي؟ هي العربيه اللي بتقدم اداء رياضي حقيقي لحد ما نوصل لرينج 5 مليون جنيه. دي بتقدم اداء رياضي حقيقي. كودياك، سكودا كودياك العائليه اللذيذه، عليها خصم عن السعر الرسمي كبير جدا يا جماعه والله، بيوصل بعض الاحيان ل 300000 جنيه. معايا في الرقم، فخصم محترم بصراحه. اقلب الورقه يا ريسي. سيتروين سي 5 عربيه اوروبي محترمه بالسعر الرسمي موجوده. بيجو 408 بتلمس في السعر الرسمي، يعني هي فوق السعر الرسمي بحاجه بسيطه بتلمس. رينو تاليان بالسعر الرسمي في بعض الاماكن، وفي بعض الاماكن تانية تلاقيها فوق الرسمي بحاجه برضو بسيطه قوي، حوالي 10000 جنيه ولا حاجه، كلام يعني فاهم. نيسان صاني بالسعر الرسمي. نيسان سنترا برضو بتلمس في السعر الرسمي بحاجه يعني بسيطه. جاك، موديلات جاك كلها فوق السعر الرسمي بحاجه بسيطه، تقريبا 10000 جنيه ولا 20000 جنيه، حاجات يعني في اللذيذ. بي واي دي، خلي بقى في البي واي دي المانيوال بالسعر الرسمي والاوتوماتيك بخصم عن السعر الرسمي. موديلات هافال كلها بالسعر الرسمي يا جماعه، هافال بالسعر الرسمي. موديلات شيري ما شاء الله عليهم، ما فهمش حاجه بالسعر الرسمي. موديلات شيري كلها في الشلاحات خالص، ما تفهمش برضو شيري عايشه الجو ليه. موديلات شانجان بالسعر الرسمي وبخصم كمان عن السعر الرسمي. شانجان. موديلات جيلي جي اكس 3 برو بالسعر الرسمي برضو. دي الموديلات اللي بالسعر الرسمي واللي تحت السعر الرسمي لو انت عايز بتفكر فيها. طبعا زي ما انت شفت احنا قلنا يمكن عربيات مختلفه من مختلف الاسعار، حاجات اقتصاديه وحاجات متوسطه وحاجات عاليه وحاجات واطيه وبتاع، واتكلمنا في كل حاجه. في حاجات بقى اسعارها فوق السعر الرسمي بحاجات بسيطه في السوق. الحاجات دي زي ام جي مثلا. ام جي اسعارها يعني بحاجات بسيطه. ان احنا قعدنا في شهر 9 و10 و11، غالبا 11 هيكون برضو في استقرار. 3 شهور فيهم فرصه، يعني احنا بقالنا 3 سنين سوق السيارات ما فيهوش 3 ايام على بعض ثابتين، لا احنا معانا 3 شهور اهو، ربنا كرمنا. عارف انا لما بقول لك على حاجه انا عايزك تسمع مني. شهر 3 و4 اللي فات قلت لك الدنيا انزل، انت ما نزلتش هوبا زادت، ودلوقتي استقرار. اليومين دول فيهم فرص حلوه. اليومين دول اللي هم بتاريخ كام؟ احنا النهارده بنتكلم 14/10/2024، عشان ما تشوفش الفيديو ده في 2028 وتيجي تقول لي انت كنت قايل مش عارف. لا يا باشا الكلام واضح اهو زي بس يا ريس عايزك بقى تسيب لي تحت في الكومنتات عايز تعرف سعر عربيه ايه بالظبط عشان اجاوبك، لان طبعا مش عايزين الفيديو يطول مننا. كان معاكم محمد الباشا في فيديو سريع نشتري ايه بالسعر الرسمي. يلا.